في شخص قال بعد ما اتعلمت المهارة دي نزلت من بيتي وأنا مرتاح مش حاسس بقلق. فجه في بالي إنه تخيل لو القلق كان إشارة عشان ألحق مصيبة. بس هل القلق ممكن يمنع قدر؟ لو جيت لشخص عنده قلق قلت له إيه رأيك تبطل قلق؟ والله بجد هو بمزاجه؟ هو لو عارف يبطل هيشتكي ليه؟ الحقيقة إن القلق ملوش علاج لأنه مش هينفع ما تقلقش. قلنا ليه لو أنت مش متابع؟ فيبقى الحل إنك تقلق بالشكل الطبيعي، بس برضه ده مش سهل. ربنا خلق مخك عشان يحافظ عليك. سعيد بقى حزين دي بتاعتك، بس ما تجيش تقول لي هتبسط لما احط صباعي في فيشة الكهرباء واسيبك. القلق هيمنعك، وهنا دماغك هتشوف القلق حماية، ودي حقيقة، بس مش مع كل حاجة. فمش لازم نوفر سينك وقت الشغل والمذاكرة والعيلة وافترض أسوأ السيناريوهات. طب تقول لي الحل ايه؟ اواجه؟ لا. طب استسلم؟ برضه لا. لو افترضنا انك بعد الشر يعني عليك قاعد بتذاكر وفقرة القلق بدأت، المواجهة هتكون شبه انك في الموقف ساعة خروج الموظفين ومستني عربية، وكل الناس اللي حواليك دي عبارة عن أفكار مستنية بس تلمح فرصة وهتمرجحك. فكل ما تواجه كل ما تغرز أكتر في أفكار مش هتنتهي. ولو استسلمت للأفكار بتاعة القلق وسبت اللي في إيدك كده مش هتشتغل، وكأنك بتدي أهمية للقلق لما تلهي نفسك عنه، فيضطر المرة الجاية يكون صوته أعلى. أعمل إيه في القلق اللي بيجي وقت المذاكرة والشغل وقعدة العيلة غير إني أواجه عشان ما أغرسش، وغير إني ألهي نفسي عشان هيجي أقوى المرة اللي بعدها؟ الحل في جدولة القلق. تعامل مع دماغك كأنها مروحة في أوضة حر جدا عمالة تلف وإنت لوحدك، ثبتها عليك. لو بتشتغل كمل في شغلك، وأفكار القلق كأنها حد تاني لما يجي في ميعاده هسيب المروحة تلف. لو بتعاني من القلق لازم يكون له ميعاد في يومك، مش أول اليوم عشان ما تتقفلش، ومش آخر اليوم عشان تعرف تستريح وتنام. لكن نفترض إنه الساعة 7، في أي وقت في اليوم جالك الأفكار هنأجلها للساعة 7، وهبدأ أكتب كل الأفكار اللي بتجيلي واللي أجلتها على مدار اليوم لمدة تلت ساعة، وبعدها بنشغل عادي. الكتابة بتأكد لمخك إني ههتم، حاضر والله مش لازم تفكرني بس بيها كل شوية. بعد ما وقت القلق يخلص هتقوم وانت عارف انك مش هتقلق لمدة 24 ساعة، وكده نكون حجمنا القلق بدل ما بيجي يفصلني عن تركيزي طول اليوم، وادينا مساحة أكتر أمارس حياتي ومساحة أكتر للاسترخاء والتركيز. وبكرة القلق يقل وجسمك يرتاح من آثار القلق اللي كان طول اليوم. والمشاكل اللي على الورق في منها لي حلول، وفي طرق تانية نتعامل بيها مع القلق هتعرفها لما تتابعنا. أنا محمد المصري، لو مهتم بالصحة النفسية خليك معانا.